يا شباب اللي بيدفع ب100,000 وأكتر عشان يجي يشتغل في ماليزيا في فيزا السياحة ده بيرمي فلوسه في الأرض وبيرمي نفسه في الشارع. ده أول فيديو ليا معاكم، وفكرت كتير أبدأ بإيه ما لقيتش أهم ولا أخطر من موضوع الشغل في ماليزيا وعلاقته بفيزا السياحة. معاكم يوسف أخوكم من قلب كوالالمبور، ودي صفحتي الخاصة اللي أنا هحولها لبوابة ماليزيا. أنا بقالي 8 سنين في ماليزيا بشتغل، جيت على عقد عمل قانوني رسمي، تعبت وذاكرت واجتهدت واتدرجت في الوظائف لغاية ما وصلت للي أنا فيه حاليا. أول فيديو ليا هيكون ما تعملش إيه، وتاني فيديو ليا هكلمكم فيه عن إزاي تلاقي وظائف بطريقة قانونية. الفيديو ده هتكلم فيه عن ما تعملش إيه، وإيه الفرق ما بين الامبلويمنت باس عقد العمل في ماليزيا، والفرق ما بين حركة النصب المنتشرة جدا خاصة ما بين المصريين وما بين العرب عامة في موضوع انك تيجي تشتغل بفيزا سياحة وتدفع مبالغ كبيرة وتيجي تتصادم بالحقيقة وتترمي في الشارع وما تلاقيش حتى حق الطيارة اللي ترجع بها على بلدك. اولا، قبل ما تفكر ولو للحظة انك تيجي بفيزا سياحة وحد يقول لك انا محضر لك شغل وادفع لي بالمبلغ الفلاني وانا هودي لك على شغل في مطعم والراتب الشيء الفلاني، ارجوك تتفرج على الفيديو قبل ما تاخد قرار بالشكل ده. هتلاقي ناس كتيرة نازلة ماليزيا ويقول لك يصطادوك بتوع المكاتب اللي هم بيعرضوا دول، مكاتب نصب كلها طبعا مش مكاتب رسمية، يقول لك اديني 60,000 واللي يقول لك اديني 80,000، وشفت انا لحد ال 200,000. يعني في ناس انا قابلتها فيس تو فيس دافعين 100,000 الواحد ولا دافعين 200,000 الواحد بس عشان جابهم ماليزيا فيزا سياحة اللي هي اصلا ببلاش للمصريين لمدة 3 شهور. جو هنا، وللأسف الناس دي بتكون عندها أسرة وبتكون عندهم أولاد وجايين من مستوى ما يعلم بالله إلا ربنا، وبيكون بايعين حاجة عشان يجوا ويقدروا يعملوا الحاجة اللي هم عملوها دي ووقعوا في النصب اللي هم اتنصبوا بيه ده. نمرة واحد، مفيش حاجة اسمها شغل بفيزا السياحة، ده غير قانوني بالمرة في ماليزيا. ممنوع تشتغل بفيزا السياحة، حتى فيزا الطالب اللي بتيجي عليها الطلبة ممنوع تشتغل بها. احنا بنتكلم على القانوني، ممنوع تشتغل بفيزا سياحة في ماليزيا. ولو اتمسكت من الاميجريشن، البوليس اللي هنا بتشوف حياة ما يعلم بها إلا ربنا، وبتتعامل معاملة غير آدمية بالمرة. بعد ما الاميجريشن بتمسكك في المستوى اللي انت فيه لأن انت شغال بفيزا سياحة، بتترحل على السجن وما بتطلعش ولا تشوف النور غير لما تتجمع لك ثمن التذكرة وتحجز التذكرة اللي بتقررها الاميجريشن. يعني بتدي لك هي تذكرة وانت محبوس وتقول لك احجز التذكرة دي بعينها، وكمان التذكرة بتبقى اضعاف الاثمان احيانا. يعني مثلا التذكرة العادية بتبقى 1200 رينجت او 1300 رينجت وان واي، لا انت بتحجزها مثلا ب 3 4000 لانه هو عايزك تحجز التذكرة دي. تمام. وللاسف ما بتترحل بعد كده وبتبصم، بتعمل لك بلوك وما بتدخلش البلد تاني. نمرة اتنين، الماليزيين جمال في كل حاجة، طيبين جدا وبيعاملوك باحترام جدا، والبلد منفتحة جدا فيها كل الثقافات فيها كل الأعراق. ولكن لو موجود بأوراق قانونية، لو موجود بأوراق غير قانونية وداخل بفيزا سياحة وعايز تشتغل، هتشوف وش تاني. لو حد قال لك هات 100,000 هات 80,000 هات 150,000 عشان أطلعك على شغل في ماليزيا وبعد كده تطلع أنت سياحة اللي هي ببلاش عشان أنت غلبان وما تعرفش، وبتدفع له المبلغ ومستني إن دي يكون حاجة قانونية، ده لف في الجروبات الجالية العربية في ماليزيا وتفرج على الحالات اللي حصل لها كده ودفعت مبالغ، واللي بيولول في الجروبات واللي بيقول اعمل ايه واللي بيقول شوفوا لي حد، واللي يبعت من مصر يقول اخويا مختفي دي له 15 يوم، واللي يبعت من سوريا ولا يبعت من اليمن ويقول لك انا مش لاقي اخويا اتقطعت اخباره من كذا كذا. في الغالب بتكون الاميجريشن مسكته وحاطته في السجن. دي انت ممكن تلف بنفسك في جروبات الجاليه العربيه في ماليزيا او جروبات الجاليه المصريه في ماليزيا، لف بنفسك وهتشوف الحالات دي الوف من غير مبالغه. الشغل من النوع ده غير قانوني في ماليزيا. شغل العمالة، شغل المطاعم، الكلام ده كله ما ينفعش تشتغل فيزا سياحة. في فيزا طبعا رسمية والا هم عندهم العمال ازاي؟ البنجال والنيبالي كلهم شغالين في السكيورتي جارد في الكوندومينيومز، شغالين في العمالة، شغالين في المطاعم، بس بيجوا على فيزا العمال، ودي ادنى فيزا موجودة في ماليزيا. وده هشرحه بعدين انا ايه هو الفرق ما بين الفيز في ماليزيا. اما اللي بيجيبك على شغل السياحه ده لو انت جيت ولقيت شغل اصلا اخرك في الراتب اللي بيديهولك بيكون 1200 رينجت او 1300 رينجت، دول ما يكفوكش سكن محترم. ده لو انت عايز اوضه محترمه يعني تقعد فيها، في الغالب هتتكوم وهتقعد مع ناس كتيره في اوضه، وهتلاقي نفسك مش عارف تعيش اساسا بالمبلغ اللي هو بيديهولك ده، وانت نصب، وفي خلال 3 شهور لازم تسيب البلد وتخلص.
ولو ما سبتش البلد في خلال 3 شهور واتمسكت في اثناء ال3 شهور وانت شغال برضه هيتعامل لك نفس اللي انا قلته في بدايه الفيديو. ماليزيا ما هياش السعوديه ولا الكويت ولا قطر ولا عمان عشان تقول اعمل اقامه واطلع واروح ادور على شغل هناك. ماليزيا ما بتشتغلش بالطريقه دي. ماليزيا السيستم بتاعها انك انت بتلاقي عقد العمل قبل ما توصل هنا على الشركه بعينها اللي انت جاي عليها. وفيزة السياحة يستحيل تتحول لاي بي وانت موجود في البلد. مفيش حاجة اسمها انا موجود سايح وهدور على شغل والاقي اقامة واحولها. ممنوع. ده قانونيا ممنوع. لازم تكون بره البلد عشان تعمل فيزة الامبلويمنت باس. وده كله انا هشرحه في الفيديو الجاي. ازاي تلاقي شغل في ماليزيا، ازاي تظبط امورك، ازاي تعرف ان الشغل اللي انت لقيته ده اساسا اوثنتيك وهتدخل بطريقة قانونية وبطريقة رسمية للبلد. ودي هتبقى ليها كذا ملاحظات. ان الشركه اساسا اللي هتعمل لك هاير، الشركه دي هتبعت لك حتى الفلايت تيكت هتبعتها لك، يعني كل شيء هيبقى فري، انت مش هتدفع ولا قرش. حتى ال 135 جنيه اللي انت بتدفعها في السفاره عشان تاخد السنجل انتري فيزا اللي انت هتدخل بيها، الشركه بتدفعها لك. وبتدفع لك اكوموديشن اللي بيسموه اكوموديشن الاونس، شهر كامل تعيش بيه اول ما توصل من غير ما تتاجر. كل ده انا هشرحه لك في الفيديو الجاي. بليز حط لي في الكومنتات لو عندك اي سؤال. انا هحاول ارد على كل الاسئله على قد ما اقدر. وكمان ممكن اعمل فيديوهات زياده تاني لو في اسئله اكتر من كده. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي.